أنا علمتكم مالكم غير هالصورة من هنا ورايح معي. طيب، مع أني تكلمت عنها في البث، لكن يعني لا بأس في الإعادة إفادة. قلت لكم اليوم في البث أن فروخ الصهاينة، فروخ العدو، يشغلونكم بالتوافه، يشغلون الأمة بالتوافه وبالأعداء الوهميين. الأعداء الوهميين من ضمنهم مشكلة بن زايد وبن سلمان في اليمن. هذا عداء ثبت أنه وهمي أساسا، وثبت إيش هو الهدف منه واضحة. اليوم طالعين لنا بحاجة جديدة. وينه للمهدي تشاينيز، ووينه للفاتح، وولي على قامتي وباب الحارة وشغل مسلسلات ومطلعين صور، وين راح وين اختفى، ويا ويلنا ويا سواد ليلنا. انت قضيتك كبيرة، واللي قاعدين يتكاتفوا على وطنك واللي قاعدين يحاولوا يسرقوا أراضينا العربية وكذا لاعبين كبار كبار، يستخدموا أدواتهم الصغيرة. أحد أدواتهم الصغيرة دول الخليج وحكام الخليج. دول الخليج وحكام الخليج هذول مراديخ الوالدين مشترين الإعلام العربي، مشترين العربية والجزيرة والإعلام، كل القنوات وكل الإعلاميين وكل المناضلين وكل المناضلين الحصلات وكل الحركات النضالية والأخوان والأحزاب سيطروا عليها، شروها وخلوها تشتغل بغباء وبصهينة وتحت أوامرهم، سواء كانوا يدركون أو لا يدركون. ما يعنينا، يعنينا أنك تكون أنت يعني مسلم راسك للنقل قبل العقل، وماشي وراهم زاحت الموجة على الشرع. يلا وين الشرع يا ويلنا. اليوم اغتالوا شخصية سياسية، شخصية مهمة في غزة، وراحوا معه 4، والقصف رجع على غزة مثل الحرب من أول. أنت داري عن هذا الموضوع؟ طبعا من داري، لأنك مشغول. وين راح الشرع وش بيسوي الإماراتي والسعودية وين في اليمن؟ هذول لاعبين صغار. إذا عرفت مين اللي وراهم وما هو القصد اللي حنا شرحناه ووضحناه، أن على دول الخليج الآن تسليم اليمن والشام، مصر لحالها مستسلمة ومنبطحة. وش قاعد يسوي السيسي لما العرجاني على الراس صاروا يطلعوا الناس من غزة؟ الطفل 3000 والكبير 7000 بالدماء كان يتاجر، المصري اللي بيستشرف الحين عليكم. فهو مضمون وضعه، هو ضامن وضعه. الصهاينة عندهم اليمن وعندهم الشام اللي فيه مقاومين فقط. ما بقي من حركات بن زايد تخانق مع بن سلمان، هذه كلها صراع الأمعاء مع بعضها. ما يهمنا، يهمنا وش يبغوا هم. الحين أنا أقلب هذا وسائل التواصل وكذا كله يا ويلنا، وين الشرع وين الشرع، وهالمات وهالقتل والغصب بيسووه بطل. الرجال جاء وجاء لا 3 أسباب، جاء ثلاثة: قطع الإمدادات عن الأصفر، تأمين جبهة الكيان وظهر الكيان، واستخدامه هو شخصيا والشلة اللي معاه المرتزقة، وشحن بعض من الشباب السوري اللي يكون صغير ولا يافع ولا جاهل بكلمة يا لثرات بني مطية، واستخدامهم في العراق وفي لبنان. وقد ينجن ترامب ويقول لك يلا روحوا على إيران، عساها يسويها. قد ينجن ويقول سووا جيش انتم مع بعضكم، مع السعوديين مع المسلمين مع هذا، وروحوا انتم لإيران وحنا من فوق زي ما سوينا بأفغانستان. طيب، لذلك لا تخلوا عيونكم على اللاعبين الصغار والأدوات. هذول أدوات، هذول نفذ ولا تعترض. هذول انتم شفتوا من قالوا لهم لا تفتحوا فمكم عن غزة ماتوا موت جماعي، كلهم كاسة مية ما دخلوا. اللي بيتخانقوا بيكون عندهم آراء وبيكون عندهم سيادة في تقسيم اليمن. في أول الحرب على غزة وبداية سايكس بيكو الجديدة قلت لكم في نوعيات ما تلزمنا، ما تلزم الساحة أصلا، ما تلزم النضال ولا تلزم التاريخ، وليس لها وجود ولا تأثير إلا ضرر. الجاهل والمنافق والمرتزق.
وهذول هم اللي معبين الساحة، وهذول هم اللي ظاهرين على الساحة أساسا، وهذول هم اللي تدعمهم الدوحة وغيرها. ليه؟ لأن كل هؤلاء حتى الدوحة نفسها وراها النظام الصهيوني الذي يشتت، والذي يجعلك تركز على هدف معين أو شيء معين، وفي أشياء وراء الكواليس. أهل ليبيا يعرفوا هذا الكلام اللي انقرصوا من قطر. وهل غزة كمان. عموما خليكم على قدر من الوعي وقدر من الفهم، ولا تلتفتوا للحشرات الصغيرة التي نفذ ثم اعترض. هذول إذا طلع منهم يعني كثير 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 أمر عظيم، بيسخروا الشباب، ينزلوا شبابنا حنا في بلادنا العربية والإسلامية، بيقولهم يلا اطلعوا مثل ما سوينا بأفغانستان، يستخدموهم بحرب الوكالة عن أمريكا فقط. هذا أقصى شيء يقدروا عليه. ويتجسسوا ويخترقوا، طبعا هذه مصيبة، هذه مصيبة. يعني حركات المقاومة والمقاومين والمناضلين إذا أمنوا لهذولي، أول شيء الاختراق. وقلت لكم أنا لو رأيتم الجيوش على باب غزة بعد 6 شهور من الحرب، فأعرف أنهم جايين يسلموها زي ما سلموا بال48. الذي لا يستطيع الصهيوني العمل به يستعين بصديق، زي ما استعان بالملك عبد الله واستعان بفيصل بن عبد العزيز أبان الإضراب 1936 عندما سلموا فلسطين. اللي ما يقرأ التاريخ ما يعرف الحاضر ولا يستقرأ المستقبل. انتبهوا. شكرا.